الشباب يا جماعه، تعقيبا على فيديو امبارح، علشان الفيديو خد صدى كبير وواسع وبقى منتشر بشكل رهيب. يعني انا عندي كلامي، ما اتغيرتش ولا كلمه من كلامي، لكن انا بقى عايزه ارد على بعض الكومنتات القليله اللي كانت بتقول لي مالكيش دعوه. لا، ليا دعوه، انا ليا دعوه. حضرتك طالما عرضوها على السوشيال ميديا واستفزوا الناس، يبقى انا وغيري كلنا لينا دعوه، كلنا لينا دعوه. انت حضرتك ما اديتش الهدايا ديت للاعيبه دايركت، لا انت عرضتها على السوشيال ميديا علشان تعملوا شو، علشان تعملوا عرض، ايا كان نيتكم، فانتوا احرار. لكن طالما عرضتوها على السوشيال ميديا، يبقى انا وغيري كلنا من حقنا نقول راينا. انتوا مش هتحجروا على رايي. طالما حضرتك بمحض ارادتك وفلوسك وانت حر فيها، ورحت اديت للعيبه مثلا الفلوس دي، او على فكره انا والله العظيم مش بحسدهم ولا بقول يعني دول ما يستحقوش، يعني ربنا يزيدهم وربنا يكرمهم، بس انا بناشد يعني رجال الاعمال دول، زي ما انتوا عرفتوا تتبرعوا بالحاجه ديت وتبقى علني قدام الناس، يا ريت نسمع حد منكم ان هو مثلا جاب اجهزه للغسيل الكلوي في المستشفيات اللي ما فيهاش اجهزه للغسيل الكلوي. نسمع مثلا ان في كم رجل اعمال تكفل ان هو هيجوز العدد ده من البنات، او يساعد كم شاب فقير ان هم يشتروا شقق، او يساعدهم على الجواز. ما دي برضو حاجات ايجابيه، وهتعمل لكم سمعه، وهتعمل لكم الريتش اللي انتوا عايزينه، لو ده المقصود منه الريتش، فده برضو هيجيب ريتش. يعني انا مش فاهمه بتفكروا ازاي. وبعدين تعالوا كده نبص نظره على تفكير الشباب. يعني احنا دلوقتي لو بصينا على تفكير الشباب، هنلاقي تفكير الشباب ايه؟ كله يا اما عايز يلعب كوره، يا اما عاوز يبقى مغني مهرجانات تافه، بيقول كلام، اي كلام، مغني مهرجانات بيقول اي كلام. يعني انا مش بقول ان مغنيين المهرجانات كلهم تافهين، لكن انا بقول بعض منهم، ودول كتير قوي قوي تافهين، وبيقولوا كلام ما ينفعش حتى انه يتسمع، ما ينفعش حتى انه يتسمع. يعني دلوقتي الطالب بدل ما يفكر انه انا ابقى دكتور زي مجدي يعقوب، او بدل ما ابقى مثلا عالم زي احمد زويل، او بدل ما ابقى كاتب زي نجيب محفوظ، او بدل ما ابقى كذا او كذا، اقول لك لا خلاص، الحاجات دي ما بقتش تجيب فلوس. واللي بيجيب فلوس دلوقتي مغنيين المهرجانات، اللي بيجيب فلوس دلوقتي لاعيبه الكوره. هو ده بقى تفكير الشباب. ما هو ده الفكر اللي انتوا يعني بتطرحوه على الشباب، بتقول لهم فكروا في الاتجاه ده، الاتجاه ده بس هو اللي هيجيب ملايين، الاتجاه ده بس هو اللي هيجيب فلوس. يعني يعني بجد احنا بقينا في أسوأ عصر، حقيقي احنا بقينا في أسوأ عصر. يعني كلامي وكلام ناس كتير قوي، يعني انا في الكومنتات بتاعت امبارح لقيت الكومنت اللي تحت ده اللي بتقول لك ما اعرفش بنتي في كلية الطب بتاخد كام، وابني قال لك دلوقتي التفكير كله ان انا العب كوره ما اتعلمش. طب ما انتوا عايزين ايه من الشباب؟ طب ما هو ده اللي انتوا عايزينه، ان الناس ما تفكرش كده، او الشباب ما يفكرش غير في كده. دلوقتي احنا بقينا بجد في اسوأ عصر، العصر اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، يا عصر التيك توك، يا النت، يا البلاعات اللي بتطلع علينا من السوشيال ميديا، او ان احنا نلعب كوره، او ان احنا نغني مهرجانات. هي دي الحاجات اللي بتجيب فلوس. هو ده الفكر اللي انتوا اديتوه للناس، للاسف هو ده الفكر اللي انتوا اديتوه للناس.